السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب يحل ايامنا وايامكم في الايام المفترجة ديت، ويبلغنا رمضان في صحة وعافية وخير، ويبارك لنا في اولادنا وازواجنا وارزاقنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا نزلت السوق جبت الحاجات دي كلها. الطماطم رخيصة دلوقتي، ممكن تنزلي تجيبي قفص، او الناس اللي هم بيعدوا دولت ممكن تجيبي كمية منهم. تخزنيها لرمضان وتصلصليها. عايزة تحطيها بحالها، عندك مكان في الفريزر ممكن تحطيها في اكياس كده وتحطيها بحالها. اما ما عندكيش ممكن تصلصليها وتحطيها في اكياس او في برطمانات كده بلاستيك تحطيها في الفريزر. عندك هنا البرتقال ممكن تعمليه، انا هعمله لكم ان شاء الله في القناه. هعمله لكم بجزر عشان يبقى زياده الفيتامينات فيه زياده شويه، عشان خاطر الصيام. يبقوا اولادنا كده صايمين وهو شاربين كوبايه عصير، احسن من الحاجات اللي هم بيجيبوها من بره، واحسن من الاكياس العصير اللي هي بتيجي من السوبر ماركت. طبعا جبت برضو البسله، لان البسله دلوقتي بدأت تنشف، فعايزه تخزني منها، خدي هاتي منها بقى دلوقتي. وكمان هي سعرها واقف على 15 جنيه، مش هيتغير. وزي ما انت شايفه كده هي نشفت معايا برضو، هي ناشفه مش طريه قوي. فالحقي هاتيلك بقى كيلينو كده وخزنيه. تعالوا بقى نشوف اسعار كده الطماطم مع بعض، واقول لك الطريقه اللي انت ممكن تخزني بيها. الطماطم دي بسم الله ما شاء الله كده انا جايباها ب5 جنيه. يعني الطماطم دلوقتي جميله جدا، حلوه قوي، عامله زي التفاح بالظبط اهي. وقلبها احمر كمان، يعني هي ما تقوليش ان هي خضرة، لا قلبها احمر وتنفع تصلصليها وجامده وما شاء الله يعني، حلوه قوي. فالحقي بقى هاتيلك، لا اما تجيبي لك قفص، لا اما تجيبي كده بالكيلو زي ما انا جبت كده. الكيلو ب5 جنيه. طبعا انا هصلصلها، انا قلت اوريكم الحاجات اللي انا هخزنها الاول، وبعدين ان شاء الله نعمل فيديو كده ازاي نصلصل الطماطم، وازاي نعمل عصير البرتقال. طبعا عصير البرتقال مهم قوي، وكمان في البرد اللي احنا فيه ده. انا هعمله لكم على الجزر. يعني انا هعصر البرتقال وابشر الجزر، ونعمله على بعض كده ان شاء الله وتشوفوه في الفيديو. هيبقى حلو قوي، وتحطيه كده في اكياس وتحطيه في الفريزر. بدل ما انت بتنزلي مثلا الولاد كده يبقوا عايزين يجيبوا عصير، يجيبوا الاكياس اللي هي الصغيره ديت، طبعا ما بتبقاش مفيده خالص. فكوبايه العصير برتقان ديت تبقى مفيده، وفيها كمان فيتامين سي، هتبقى مفيده لجسم الولاد. زي ما انتم شايفين بقى كده البسله، زي ما قلت لكم البسله واقفه على 15 جنيه، ما بتنزلش. انا هبدأ كده افرطها وهحطها بحالها، يعني انا لا هسلقها ولا احط عليها ليمون ولا هعمل فيها اي حاجه، يا دوب انا هفرطها. وبعد ما افرطها هغسلها واحطها واصفيها كده من الميه، واحطها في اكياس. يعني بحيث ان انا هطلعها في رمضان، يعني انا مش هخزنها من السنه للسنه، لا انا هطلعها بس في رمضان. فانتي ممكن تجيبي بقى 2 كيلو او 3 كيلو حسب الاسره بتاعتك، وتخزنيها. عايزه تخزني من السنه للسنه، بس انا حاسه ان هي غاليه قوي كده. يعني هتصرفي الفلوس كتيره، على لان الكيلو ب15 جنيه، عشان تجيب 4 كيلو 100 جنيه يعني. 15 30 60 جنيه عشان تجيب 4 كيلو ب60 جنيه. فانت تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، عايزة بقى تخزنيها من السنة للسنة، ممكن تسلقيها بقى وتعمليها زي وبعدين تصفيها وبعدين تحطيها في اكياس. لكن انا هعملها كده اطلعها على طول، فمش هحتاج ان انا اسلقها. كده الحاجات اللي انا جبتها ديت هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله، ولكن انا قلت الحاجات اللي انا هعملها لرمضان اوريها لكم الاول، وبعدين بعد كده اصلصلها واعمل لكم فيديوهات بيها. بألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.